يا ربي هالأكلة ندمت إني ساويتها. صرت كل مرة يطلبوها مني، خصوصي بالعزايم. أكلة كتير طيبة ولذيذة شهية وكمان بتبيض الوش. شوف أول شي شو عملت. هوست البهارات الخشنة، عندي هيل، عندي قرفة، عندي ورق لورا، عندي قرنفل، عندي فلفل أسود. بعدين بعد ما تأكدت إنه طلعت ريحتهم حطيت فوقهم قطع الدجاج. طلعت يعني دجاجة كاملة وقطعتها أنا قطع. حتكون كتير طيبة والريحة كتير 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 جميلة. يعني حتنسي في شي اسمه زنخ الدجاج. هاد بحد ذاته هو شغلة كتير مهمة بالطبخ. بعدين قلبتن، تشوفوا لونن. اللون كتير كتير روعة. قلبتن كلياتن، وهلأ حاحط فوقن مي سخنة. شايفين لونن؟ حاحط مي سخنة. هاي نقطة كتير مهمة. تأكدي انك تحطي مي سخنة بعد تهويس الدجاج، لأنه إذا بتحطي مي باردة فهنا كتير حيتأخروا ليستووا وما حياخدوا النكهة اللي انتي بدك اياها. أما المي السخنة هي بتساعدهم يستووا أسرع أول شي، وتاني شي ما بيكزوا، ما بيتأخروا بالاستواء. هاي الدجاج صار عندي جاهز، قطعته، حطيت له ملح. هلأ بدي أطبخ الرز. الطبقة التانية هي رز. حطيت كمان بهارات خشنة. كتير هاي الفكرة مهمة إنك انتي تحاولي تكون طبقاتك كلّياتها إلها نفس الطعمة ونفس النكهة وأخدة من نكهة بعض. أنا لهلأ ما حطيتها مسبق. أنا عم هوس الرز مع البهارات الخشنة اللي هي قرفة وحب هيل فوق القرنفل. حطيت لها معلقة سمنة. هلأ هون في سر كتير مهم وكتير خطير. أنا حآخد من مرقة مية الدجاج وحطها فوق الرز. أنا ما حطيت كتير، لاحظي لحد الآن ما حطيت مية الرز لتستوي. أنا بدي تنفش الرزات بمرقة الدجاج. هلأ ححط مي حتى تستوي الرز. هاي خطوة كتير مهمة وحيطلع معك الرز كتير مهرهر وكتير كتير كتير طيب. يعني الرز لحاله هو روعة صراحة. حطيت هون بابريكا لأنه بدي إياها تاخد لون زهري يمكن شوي، مشان هيك وهون رجعت قويت اللون. لاحظين؟ لاحظوا اللون ما أحلى، والرز كلّاته عم يهرهر. أوبا. هلأ حنعمل اللبن. عندي تقريبا 200 جرام لبن. ححط فوقن معلقة كبيرة طحينة ونص معلقة ملح وسنّان توم، اخفقن منيح منيح لحتى يتجانسوا بشكل كتير منيح مع بعضن. عندي هون نص ليمونة عصرتها حطيتها فوقن. نكهة الحموضة كتير طيبة. قطعت الخبز لشرايح لأنه بدي أحطّن للزينة وبدي أحط بقلب طبقة الدجاج، فمنشان هيك أخدت هذا الشكل. الخبز المقلي حيعطي قشرة كتير لذيذة. هلأ عندي طبقة الدجاج. أول شي عندي الخبز المقلي، ححطله شوي من مرقة الفروج. أنا بدي إياها تضل عم تقرش. هون في نكهة كتير مهمة وكتير مميزة صراحة. بعدها ححط طبقة الرز، حأفردها كلياتها. حأفردها بشكل كتير متساوي لأنه بدي إياها تطلع أصلا بشكل طبقات، فكل ما يطلع لنا طبقة رز، طبقة خبز، طبقة دجاج، طبقة لبن. بعدها ححط الدجاج اللي ساوينا أنا وياكم. الطبقة حتكون كتير وفيرة وبشكل كتير متساوي. لاحظتوا الطريقة اللي عم ساويها فيها لتطلع كلياتها متناسقة. بعدها ححط لبن يلي عملته أنا وياكم. نحنا بنقله بدوة صراحة، انتو شو بتقولوا له؟ أو صوص اللبن، بس بالمجمل هو متل صوص البدوة نحنا عنا. هلأ حنزين، حنحط من الشرايح اللي عملناها، شرايح الخبز المقلي، وبعدها بقدونس. نكهة بقدونس كتير طيبة.
ما تخافي منه يعني حزين ببريكا لأنه رح أرجع لكم بدي نكهة تكون كتير متجانسة. بعدها حطش السمنة وححط القلوبات عشان هيك هي أكلك عزايم صراحة. شوفي طبقة الأكل كل طبقة لحالها. المشهد بجنن صراحة، كتير حلوة للعزايم ولطبقة غدا. صحة وهنا تابعوني للوصفات الجديدة